المود الاول وهو فولس بلاير. المود ده بيقدم لك كائن متجسد على هيئه لاعب عشان يخدع ضحاياه على انه لاعب عادي، بس لما تيجي تقرب منه هيبدا يتحول ويظهر لشكله الحقيقي، وحجمه وشكله بيتغير لشكل مرعب ويبدا يلحقك عشان يقتلك. وليه كمان موسيقى مطارده، يعني مود رعب كويس تقدر تمقلب بيه خويك. المود التاني هيخليك تخاف لما يجي المطر واسمه بيوير ذا رين. وانت في المطر هتلاقي كائنات بتترسبن لك زي شيطان كبير مقطوع الجسم والايد وبيطير بحثا عنك، ولما يلمحك بس هيديك تاثير العمى ويطوف حواليك ويرسبن لك جماجم صغيره تقعد تقتل فيك، ويديك جامب سكيرز عشان يلعب بنفسيتك قبل ما يقتلك. واسمه فابور. مش هو الكائن الوحيد اللي بترسبن، لان في كائنين تانيين، والكائن التاني هو روز ميري، كائن انثوي مع ان شكله ما بيقولش كده. صوته وصوت مطاردته مرعبه نفسيا مع سرعتها الكبيره اللي بتقتلك بيها على طول، وحتى لو شربت تاثير السرعه هتقدر تلحقك، يعني تخيل الجنون والرعب. واخر كائن وهو فاليم، وهو كائن نصه هيكل عظمي ونصه التاني مش مفهوم، بيقول لك قرب اكتر، وما تقرب له بيعميك ويجري عليك وبيعمل لك جامب سكير مستفزه لو مسكك وبعدها بيقتلك. المود التالت وهو بلاي ميت، كائن بيظهر لك فجاه ويبدا يعد عشان يلعب معاك لعبه الغميضه، ولو انت خسرت مصيرك هيبقى خساره حياتك لانه هيلحقك ويديك جامب سكير ويقتلك. ودورك ودوره في اللعبه بيتغير على حسب ما هو عايز، يعني مره تكون انت الهايدر اللي بتستخبى، ومره تكون انت السيكر اللي انت بتدور عليه. المود الرابع وهو تيمبرلاند، مود بياخدك لبعد مصنوع من الخشب لما حد من الكائنات الخشبيه يضربك، ومليان بالكائنات الغريبه والمرعبه اللي لو جربت تحاربها او تحرقها هتتحول لحاجات ارعب واكثر توحشا. ولما تتقدم اكتر في العالم هتستكشف قصه لناس جم قبليك العالم واتحبسوا وحاولوا ينجوا من الكائنات دي. والفكره انك في عالم مقسم طبقات، ولازم تلاقي السلالم اللي توديك على الطبقه اللي بعديها، لانك لو حاولت تكسر لفوق مش هتعرف، لان كل طابق محصن ب5 طبقات من البدرة، كل طابق ليه جانبه المرعب والمثير لغايه ما توصل للطابق الاخير وهو الطابق النهائي، وتعرف اللي حصل للناس اللي قبلك وتخلص من الجنون ده وتروح العالم بتاعك. المود الخامس يعتبر غني عن التعريف لانه مود مرعب انتشر على اليوتيوب بشده في المجتمع الاجنبي، وهو ايفل هانت. المود صراحه ما جربتهوش ومش عايز احرقه على نفسي، فانا هسيب لك الرابط بتاعه مع باقي المودات في الوصف عشان تجربه بنفسك. بس كده، اتمنى انكم استمتعتوا وسلام.